من يحكم داخل نادي الزمالك؟ من يصدر من خلاله الأوامر في نادي الزمالك؟ من صاحب القرار في نادي الزمالك؟ حتى الآن مفيش حد. شبح، في حد كده شبح، هو رئيس مجلس الإدارة اللي هو بيشغله دلوقتي، هو مرتضى منصور، اللي هو أصلا معزول. ومجلس الإدارة ما بيروحش النادي وما بيجتمعش، ما بيصدرش أي قرارات. لجنة كورة بتاخد قرارات وبتتكلم وبتعمل، بس مفيش حاجة بتقدر تنفذها. لأن مفيش مجلس إدارة يقدر يختم له على ورقة ويقول له اعمل أو ما تعملش. الوضع ده هيفضل لحد إمتى يا جماعة؟ يا سيادة الوزير، الوضع ده هيبدأ لحد إمتى؟ مش هينفع نادي من حجم نادي الزمالك إحنا لحد دلوقتي لا إحنا عارفين مين رئيس مجلس الإدارة، ولا عارفين مين المجلس، ولا عارفين إيه القرارات، ولا عارفين الدنيا رايحة فين ولا جاية منين. حاجة من الاتنين، لازم تبقى شجاع في قرارك، يا تحل مجلس إدارة الزمالك وتعين لجنة، يا إما تعين مرتضى منصور كرئيس للنادي عشان نعرف نشوف النادي رايح فين وجاي منين. الأوضاع في نادي الزمالك يا جماعة صعبة جدا جدا جدا. خلال الفترة اللي فاتت انت عندك مشاكل كتيرة جدا في النادي. خلاف فريق كرة القدم، انت عندك الأندية، فرق زي فرق اليد والطايرة والباسكت، فرق كتير جدا في النادي ما خدتش فلوس، ما خدتش فلوس يا جماعة. غير اوريدي انت عندك لعيبة فريق كرة القدم محدش ما خدش فلوس. طيب الفلوس اللي لو دخل فلوس للنادي، طب انت دلوقتي مطالب ان انت هتراضي الناس دي، ولا هتصرف على فريق كرة القدم؟ طب هتمشي لعيبة، طب هتجيب لعيبة، طب هتتفاوض، طب هتعمل. ده كله ده مش هينفع يتم غير لما يكون في مجلس إدارة صاحب قرار يقدر ياخد قرار. لحد دلوقتي أنا مش عارف ليه الوزير متحفظ على الموضوع ده. يا سيادة الوزير، احنا عايزين نعرف راسنا من رجلينا، احنا كجماهير راس الزمالك عايزين نعرف راسنا من رجلينا، عايزين نعرف احنا هنحاسب مين. احنا هنحاسب مين على الفشل الإداري والفني اللي في الفريق كرة القدم ده وفي النادي عامة؟ هنحاسب مين؟ انت قول لنا دلوقتي احنا نحاسب مين. يا تكون صاحب قرار وتمشي مرتضى منصور وتجيب لجنه من الاخر، عشان هو الناس اللي قاعده دي مش قاعده عشان حب، يعني مش حبا في نادي الزمالك، لا هي مش قاعده عشان تدير النادي او تصلح من حال النادي. هي الناس دي مش هتمشي غير لما مرتضى منصور يقول لهم يمشوا. فانت الحل يا تحل المجلس ده كده كله على بعضه لان هو ما طبقش قرارك وعين رئيس للبتاع، يا اما تجيب لجنه، يا اما تخلي مرتضى منصور رئيس نادي تجيبه كلجنه، تعمل اي حاجه. اللي هي 50 60 طريقه. عايزين حل لانقاذ نادي الزمالك يا جماعه. النادي يعني مش دخل نفق المسلم ودخل في حافه الهويه. عايزين حل يا جماعه. يا دوله، الزمالك بيضيع، الزمالك بيضيع.